تعال أقول لك ليه وإزاي الاستثمار في عقارات دبي لا يمكن يخسر، وهستخدم أبسط برهان ليه، هو إن عدد السكان سنة 2012 كان بس 1,500,000 نسمة. العدد ده اتضاعف خلال 10 سنين ل 3 مليون نسمة. في نفس الوقت إن عدد الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم مش اتضاعفت بنفس نسبة زيادة عدد السكان. كل الزيادة اللي حصلت في عدد الوحدات الجاهزة لا تتخطى نسبة ال 40% في عدد الوحدات المتاحة الجاهزة للتسليم، وفقا لتقرير بروبرتي جلوبال جايد وبيانات الجي ال ال مينا. بلغ إجمالي المخزون السكني في دبي إلى 750 ألف وحدة سكنية، وده بنهاية عام 2024. وبتقرير بايتيفاي بيأكد أن تجاوز المخزون السكني في دبي ل 760 ألف وحدة سكنية، ومن ضمنها 31,500 شقة مكتملة جاهزة للتسليم. إنما في النص الأول من 2025 تم تسليم حوالي 17,200 وحدة سكنية، و79% منها شقق، و31% منها فيلل. ممكن نقدر ان عدد الوحدات الجاهزة في 2025 يتراوح بين 750 ل 800 ألف شقة بالكتير بناء على البيانات السابقة، وده رقم قليل جدا على الطلب اللي موجود دلوقتي. وده باين جدا في زيادة أسعار الإيجارات والارتفاع اللي بيحصل فيها كل سنة عن سنة، واللي مخلينا مش قادرين نسيطر على ارتفاع أسعار الإيجارات. وعشان كده حكومة دبي بتسمح لأي مطور عايز يبني ويطور عشان تعوض العجز في عدد الوحدات. خليني اقول لك ان عدد الوحدات قيد الانشاء جه في تقرير ريل تراست وسيتي سكيب بيشير ان هناك اكثر من 197 الف وحده قيد الانشاء، وهو ما يمثل حوالي 30% من المخزون السكني الحالي، ومن المتوقع ان يتم تسليمهم قبل عام 2030. الخلاصه ان العدد التقريبي للوحدات الشقق الجاهزه حوالي 750 الف و 800 الف وحده سكنيه، والوحدات السكنية اللي تحت الإنشاء في كل المشاريع اللي تم طرحها حوالي 197 ألف وحدة سكنية خلال ال5 أعوام اللي جايين عشان تلبي العجز اللي حاصل في العقارات الجاهزة. وحتى مع كده دبي هتكون محافظة على نسبة أرباح ما بين كل دول المنطقة. عرفت ليه إن الاستثمار في عقارات دبي لا يمكن ينزل؟ لو محتاج معلومات زيادة، لو محتاج أي استفسار كلمني. مع السلامة.